عليكم ورحمة الله أعزائي أولياء الأمور. النهاردة إن شاء الله يا جماعة معادنا مع المهام الأدائية الرسمية لطلاب وحبايبنا وأبطالنا الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني يا شباب إن شاء الله. طبعا يا جماعة قدامك أهو ختم النسر، يعني حاجة رسمية إن شاء الله. قدامك دي الشكل المهمة الأولانية اللي هناخدها مع بعض بإذن الله. اسمها إيه؟ English Language Performance Task، يعني المهمة أو المهام الأدائية في اللغة الإنجليزية. هتلاقي يا جماعه مثلا من ناحيه الشمال عندك سكول كده يا جماعه، تكتب قصاد على طول اسم المدرسه بتاعتك باللغه العربيه عادي خالص، والكلاس الفصل، وادي النيم اللي هو اسمك عربي او انجليزي مش تفرق يا جماعه، وكمان الديت اللي هو التاريخ يا جماعه. اول مهمه عندنا بيقول لك ايه؟ اتكلم عن باراجراف عن ماي هوم، عن بيتي. ازاي بقى؟ شو يا جماعه بيقول لك ايه؟ people live in a different kinds of homes، يعني الناس بتعيش في بعض المنازل المختلفه. كل واحد بيعيش في بيت او مثلا في شقه او كده. Some people live in houses, some live in apartment, and some people live in a car house. يعني ايه الكلام دوت؟ بعض الناس بيعيشوا مثلا في منازل، واخرين بيعيشوا مثلا في شقق، وبعضهم بيعيشوا في بعض المنازل اللي عباره عن سيارات. كمان ولك write about your home، اتكلم يا سيدي عن ايه؟ عن بيتك ووصفه. لكن قبل توصفه في شويه تعليمات، ولكن write about عن ايه بقى؟ شويه جماعه تعليمات حاول تنفذها. Where do you live؟ انت بتعيش فين؟ A house or an apartment، في بيت ولا مثلا في شقه. اتكلم على الكلام ده يا جماعه في موضوع او في جمل بسيطه. Is it in a town or in a village؟ هل انت عايش في مدينه ولا في قريه؟ تمام. Is it a big or small؟ هل مثلا بيتك أو شقتك كبير ولا صغير؟ Is it modern or old؟ هل هو مثلا قديم ولا حديث؟ يا جماعة كل دي إيه؟ عايزين إيه؟ يعملوها في جمل بسيطة خالص. Do you like your home؟ هل أنت بتحب بيتك أو مثلا شقتك؟ حلو قوي. على بركة الله يا جماعة عايزين بقى ننفذ التعليمات ديت في شكل جمل بسيطة جدا مع بعض على بركة الله. ماي هوم، أول حاجة مع نكتب إيه؟ التايتل أو العنوان في نص الوقت ماي هوم. شوية مع كده جملة افتتاحية حلوة قوي. I live in an apartment، أول حاجة أهو بننفذها. أنا بعيش في شقة. يا جماعة الجمل كلها سهلة قوي، فاعل وفاعل ومفعول أو مثلا حرف جر حسب الإيه؟ الكلام بتاعنا. It is big، يعني شقتها كبيرة. There is more space، space يعني فيها مساحة فاضية كبيرة، مثلا ما شاء الله واسعة وحلوة كده. It has two bedrooms، وعندي او فيها 2 حجر روم، حماه اوضتين نوم وكده. جميل قوي. I share a room with my sister، يعني انا واختي بنشارك بعض في غرفة واحدة. انا واختي مثلا بننام ايه؟ في اوضة وكده. I have a big bed، وكمان انا عندي سرير كبير. حماه قاعدين نوصف ايه؟ كل حاجة بسيطة جدا. It's a comfortable، وكمان السرير بتاعي مريح قوي. كلام حلو قوي. ايه كمان في الشقه مستر؟ بيقول لك ايه؟ we have a good kitchen، وكمان عندنا مطبخ جميل او جيد، حاجه حلوه كده جميله. there is an oven، وفي كمان في المطبخ عندنا فرن. يا جماعه كل مكان بيميزوا حاجه اهو، زي مثلا اوضه النوم كده. it is modern، وكمان فرن دي يعتبر حاجه حديثه قوي. جميل، حاجه لسه اخر لانج. The balcony is cool، وكمان عندنا بلكونة رائعة قوي ما شاء الله. I like my apartment. ختمنا الكلام بتاعنا ولا كده؟ أنا بحب الشقة بتاعتنا جدا. الله، شوف يا جماعة باراجراف بسيط جدا وحلو قوي، عبارة عن 5 جمل، جمل كلها بسيطة وصغيرة. حلوة قوي يا جماعة، ده أول مهمة. طيب بينا بقى على المهمة التانية يا جماعة بشكل مختلف خالص عن ديت، وحاجة جديدة قوي السنة دي. يلا يا شباب. المهمة التانية يا جماعة ودي جديدة خالص السنة دي على حسب آخر السؤال يا جماعة، هو الإيميل. يقول لك إيه؟ اتكلم عن favorite animal، الحيوان اللي بتفضله، بس يا جماعة في شكل إيميل. يقول لك إيه؟ write an email to your friend تامر، يعني اكتب إيميل بقى مع لصاحبك اسمه تامر. يا جماعة طبعا إيميل هنعرف إزاي دلوقتي بيتكتب مع بعض واحدة واحدة. Tell him about your favorite animal. Your name is أمير. طبعا ابعت إيميل لصاحبك اسمه تامر وأنت اسمك أمير. اتكلم عن ايه؟ عن الحيوان المفضل بتاعه. بس فينا شويه اجزاء او شويه تعليمات عايزك تنفذهم يبطل مع بعض. اول حاجه ايه؟ وات از يور فيفورت انيمال، اتكلم عن الحيوان اللي انت بتحبه، اذكره اسمه ايه. ماشي. وكمان how it looks like، يعني ازاي هو شكله، اوصفه لنا. what it
eats، وكمان يا ترى هو بياكل ايه او بيتغذى على ايه. شوف يا بطل، عندك اول حاجه في الايميل هيجي حاجه اسمها from، من حاجه معاه بتكتب ايه اسم المرسل، حاجه معاه الشخص ايه اللي هو بعت، اللي كان اسمه فوق اسمه ايه امير، اسمك اللي هو مديهولك في الايميل اسمك امير. ماشي يا جماعه، اسم الراسل يعني امير، نكتب اسمه امير اهو، ده اسم الراسل حاجه معاه. اما تاني خانه اللي اسمها to، الى المرسل اليه، هيروح لمين بقى؟ لصاحبنا تامر فوق اهو، نكتبه في الخانه اللي تحت قصاد كلمه تو، نكتب على طول ايه؟ ها، تامر اللي هو اسم المرسل اليه، يبقى اسم الراسل امير واسم مرسل اليه اسمه ايه؟ تامر. طب السبجكت الموضوع عن ايه يا مستر بقى؟ طبعا مع الموضوع كان فوق خالص عنوان او التايتل عن ماي فيفورت انيمال، الحيوان اللي انا بفضله. حالا كلام سهل قوي بسيط خالص، وكلها حاجات ايه سهله قوي. شوف يا سيدي، اول حاجه ايه؟ دير تامر، يعني صديقي تامر، حما او عزيزي او حبيبي. طبعا بعد تامر نعمل كومه كده ومقدمه يا جماعه لازم نحفظها، مهمه قوي. هتقول ايه؟ هاو ار يو، تبدا على طول من تحت ايه اسم صديقك تامر اهو. ماشي. I am happy to write this email، انا فرحان جدا اللي بكتب لك هذا الايميل. دي مع مقدمه سهله قوي، يا ريت نحفظها، تتكتب في اي ايميل. How are you? I am happy to write this email. ها، تخش مع الموضوع بقى تقول ايه؟ There are many nice animals، يعني هناك الكثير والعديد من الحيوانات الجميله. بس انا بقى ايه؟ I like the wild animals، بس انا بحب الحيوانات البريه اكتر، المفترسه. حاجه معاه طبعا دي في الايميل. I like the lion most، ها، انا بحب الاسد جدا. حيوان الاسد من الحيوانات اللي معجب بيها قوي. ليه بقى؟ شوف يا سيدي، اول حاجه it's very strong، اول حاجه اللي بيميزه حاجه معاه اللي هو لك اهو وصفه اهو، وصفه قوي جدا. It's very big، وكمان يعتبر ضخم يا جماعه، مش صغير خالص ولا هو سمول، حاجه معاه very big. It lives in Africa، وكمان بيعيش طبعا البيئه بتاعته في افريقيا وفي الغابات والحاجه دي يا جماعه مشهوره جدا ديت. وبياكل ايه بقى؟ لك ايه؟ it eats meat، وبياكل طبعا بيتغذى على اللحوم. طبعا ما حطينا اس هنا في اخر الفعل eats عشان دي present simple مضارع بسيط. I can see it in the zoo، حاجه معاه ختمتها اقول لك ايه كمان ممكن بشوفه طبعا حيوان الاسد دي في الزو. الله، شوف يا جماعه بردك حوالي 5 اسطر معهوت او 4 اسطر، خفاف جدا وبساط خالص مالص. عن ايه الايميل؟ عن يور فيفور انيمال. كلام حلو يا جماعه. لسه كمان مهمه اخيره، المهمة الثالثة والأخيرة يا شباب إن شاء الله، جميلة جدا وسهلة قوي، ومن ضمن يا جماعة البراجرافات اللي بتيجي كتير آخر السنة، اسمها staying healthy، يعني الحفاظ أو البقاء بصحة جيدة. إزاي تحافظ على صحتك يا بطل؟ شوف يا سيدي المقدمة يقول لك إيه؟ It's very important to live healthy، يعني من المهم جدا أن تحيا وتعيش بصحة جيدة. There are many things، في أشياء كثيرة جدا we do to live healthy، طبعا المفروض نعملها يا جماعة عشان إيه؟ يعني نحافظ على صحتنا ونعيش حياة صحية بصورة جيدة. Write about healthy things you do، يعني اتكلم عن الاشياء الصحيه اللي انت ايه ممكن تعملها وكده. وبرضك الراجل مسابكاش مديك شويه تعليمات يا جماعه، بيقول لك ايه بقى؟ write about، اتكلم عن ايه سي بقى؟ اتكلم عن افكار دي كلها تنفذها يا بطل في الاداء. يقول لك ايه؟ what do you do to stay healthy، حاجه معاه يعني بتعمل ايه عشان تفضل بصحه جيده وتحافظ على صحتك. حاجه معاه عايزين نعملها جمله حلوه. do you play sports exercise daily or do both، هل انت بتمارس رياضة معينة ولا بتعمل تمارين يومية ولا بتفعل الاتنين؟ do you eat healthy food، هل انت بتاكل طعام صحي؟ تمام قوي. يلا يا جماعة ننفذ الكلام ده يا جماعة اهوت. اول حاجة ايه؟ staying healthy، طبعا دي التايتل او العنوان بتاع البرنامج بتاعتنا يا جماعة اللي هو ايه؟ البقاء او الحفاظ على صحتنا. مقدمة حلوة يا جماعة، يقول لك ايه؟ to stay healthy you should eat healthy food، علشان تحافظ على صحتك لازم تاكل طعام كويس، طعام صحي. حلو قوي، مقدمة جميلة. You should eat vegetables and fruit، حاجة you should، ينبغي عليك أن تأكل الخضروات والفاكهة. طبعا ما بعد كلمة should بيجي على طول المصدر. كمان you shouldn't eat sweets every day، يعني لا ينبغي أن تأكل الحلوى والحلويات كل يوم عشان تحافظ على your teeth، أسنانك. كمان you should drink much water، حاجة معاه يجب أو ينبغي أن تشرب ماء كثير. حاجة معاه المية كتير جميلة جدا لجسمنا. كمان you shouldn't drink
fizzy drinks. بلاش تشرب مشروبات غازية كتير يا جماعة. الكاكولا والبيبسي والحاجات الساقعة، الحاجات دي مضرة جدا، بلاش تكتر منها. كمان you shouldn't، لا ينبغي كمان watch much TV، تتفرج على التلفزيون كتير يا جماعة. طبعا حاجة مش ظريفة خالص ومش كويسة. نختم يا جماعة كان بقى you shouldn't stay up late، وكمان لا ينبغي أن تسهر متأخرا يا جماعة. برافو كل يا جماعة، should و shouldn't، ينبغي ولا ينبغي، جميل جدا وبسيط. 5 اسطر يا جماعة على staying healthy. يا ريت يا جماعة تذاكروه وتقرا كده وتاخد منه أفكار حلوة. معاكم مستر أحمد شهيب من قناة مستر إنجلش. يا ريت يا جماعة تدعموني كده وتدعوا لي دعوة حلوة، وكمان يا ريت كومنت يكون بسيط خالص يا جماعة، عشان الحاجات دي والله بتفرق معايا جدا جدا. واستنوني إن شاء الله في المراجعات، ومحضر لكم إن شاء الله امتحانات حلوة قوي. شكرا يا أبطال، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم.